حمودي ولد حباب ومتدين وطيب، وعلاقته زينة بأمه وأبوه، وعلاقته زينة بأصدقائه ويا الناس. بس حمودي إنسان، والإنسان ما معصوم من الخطأ، فبدأ ياخذ غيبة. والغيبة أنتم تعرفوها شنو إخواني، هي أنه تجيب طاري إنسان ما موجود بالموزينة. حمودي بعدها قرر يسمع أغاني حتى عود يغير من مزاجه، على اعتبار اللي يسمع أغاني يعتقد أنه مزاجه يتغير، وهالشي مو صحيح. فسمع شوية وفجأة دق التليفون، واللي بالتليفون خبره بخبر كلش مو حلو. هذا الخبر خلى حمودي متألم وحزين وما يدري شنو اللي يسوي، فأفضل حل إنه يرجع لله. طبعا هاي الحالة الأولى، تعالوا خلينا نشوف الحالة الثانية. بينما صاحبنا الثاني مرتاح ومتونس بحياته وكل شي غلط يسوي، وحتى هم يشرب، بس تلقاه دائما فرحان ومتونس والنعمة مبينة عليه، وأبد ما يجي يوم ويضوج. طبعا كل احنا شايفين هالنوعين من البشر. النوع الاول بمجرد ما يذنب او يرتكب فد خطأ يجي البلاء قبل، والنوع الثاني يغلط ويسوي كل اللي ببالك من المحرمات ولا يمه، بالعكس شو فلوسه تزيد واللي بباله كله يصير، وتقريبا شكو شي يريده يحققه. عمله ممتاز، عائله عنده، اطفال عنده، تحسه انه بهاي الدنيا ما يحتاج حتى الله سبحانه وتعالى. وطبعا حتى نفهم هذا الموضوع ليش جاي يصير، نرجع الى روايات اهل البيت اللي هم مصدر معرفتنا بهاي الدنيا. الروايات شو تقول؟ تقول ان الله سبحانه وتعالى يستدرج بعض العباد. الانسان الزين اللي الله سبحانه وتعالى يحبه، بمجرد ما يرتكب ذنب الله سبحانه وتعالى يدز له البلاء كتذكير، يريد يذكره يابا ترى اكو اخره، دير بالك اللي سويته غلط، ويلهم الاستغفار حتى الله سبحانه وتعالى يغفر له والذنب يروح. اما النوع الثاني من البشر هم النوع اللي الله سبحانه وتعالى بمجرد ما يسوي ذنب ينطيه نعمه، هاي النعمه حتى تلهيه ولا يتذكر استغفار ولا يتذكر اخره. وها لا تعتقد النوع الثاني هم خلصان من الدنيا، يجي بلاء يكسر ظهره، بس ساعتها من يدعي ما حد يستجيب له، لان هو قطع علاقته برب العالمين.